العيد قرب، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة قررت اعمل لكم كفتة البرغل، كفتة اقتصادية. عملت كمية الكفتة دي كلها بربع كيلو لحمة بس. هتنفعنا جدا في العزومات الفترة الجاية، لان الكفتة اساسية عندنا في مشويات العيد، وغير كده مفيش عزومة بتخلى من الكفتة. فالوصفة دي هتوفر معاكم جدا وطعمها جميل، وهقول لكم على التريكات اللي تظبط معاكم الطعم، لان هي مش بكمية البرغل الكتير ان احنا نزود الكمية. كمية البرغل لو زادت هتغير طعم الكفتة خالص. هقول لكم ازاي تظبطوا طعمها والمقدار المظبوط كمان. هحتاج ربع كيلو لحمة مفرومة، انا فرماها ناعم، وبصلايه كبيره مبشوره ومش متصفيه من الميه، انا عايزه الميه بتاعتها مش هنصفيها في الوصفه دي. وربع كوبايه بقدونس مفروم، انا مش فرماه ناعم لان انا لسه هحطها في الكبه، لو هتشتغلوا على ايديكم افرموه ناعم اكتر. وربع كوبايه برغل مغسول ومش منقوع، هقول لكم ليه مش منقوع، مغسول بس كويس جدا لحد ما الميه بقت صافيه. وكمان 100 جرام من الدهن، انا مجمدها في الفريزر الاول وبعد كده بشرتها في المبشره ناعمه. لو متاح ليا ضاني ممكن تستخدموها، هتدي طعم حلو جدا كمان. اول حاجه هنجيب بوله ونحط فيها البصل المبشوره والبرغل والبقدونس. ليه ما نقعناش البرغل؟ انا عايزه البرغل يشرب السوائل الموجوده عشان تخلي الكفته طريه ما تكونش ناشفه. يشرب السوائل اللي في البصل، هتكون الكفته معانا طريه جدا مش ناشفه. سواء شويتوها على الفحم او فرن البوتاجاز، هتشوفوا ازاي الكفته بتطلع هشه في الاخر وخفيفه. هنسيبها على جنب 10 دقايق او ربع ساعه لحد ما البرغل يشرب كل السوائل. بعد كده انا هحطهم في الكبه، ممكن تعملوها على ايديكم، بس هتعجنوا حوالي يعني من 10 دقايق لربع ساعه، مش اقل من كده عشان تطلع مظبوطه معاكم. هنضيف الملح والفلفل الاسود وبابريكا وبهارات كفته لو متاح عندكم استخدموها، ومعلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر. البيكنج باودر بيخلي الكفته هشه ومش مكتومه، وكمان بتساعد ان هي ما تكشش قوي في وقت التسويه. هنضربهم كويس في الكبه وهنفتح نقلبها ونرجع نضربها تاني. ولو على ايديكم هتفضلوا تعجنوا زي ما قلت لكم. هتعرفوا امتى ان الكفته بقت جاهزه؟ لما تشدوا قطعه كده من العجينه تعمل زي انسجه وخيوط كده، بقت جاهزه معاكم. ما تبطلوش عجن غير لما توصلوا للمرحله دي. كده بقت جاهزه خلاص، وهنشيلها في التلاجة شوية حوالي نص ساعة. عايزينها تتشمع شوية عشان لما نيجي نشكلها ما تتفكش مننا وتكون متماسكة. اقل حاجة نص ساعة، ما تستعجلوش وسيبوها في التلاجة شوية. لو عندكم صينية شوي استخدموها، انا هنا هستخدم عصيان الشيش طاووق وهحطهم على صينية كأنها صينية شوي بالظبط. خلاص طلعتها من التلاجة. معايا بولة فيها مية ساقعة ومعلقة زيت، هتساعدني في التشكيل وان الكفتة ما تلزقش في ايديا، وكمان الزيت هيدي لمعة حلوة للكفتة من بره. هبل ايديا كده بالمية والزيت، وهاخد كورة كده في ايديا نعمها الاول في ايديا قبل ما اشكلها، واثبتها بالشكل ده. اهم حاجة نقفلها من فوق ومن تحت كويس. شايفين متماسك ازاي؟ مش بتفك معانا خالص وماسكة نفسها. وطبعا عصيان الشيش دي انا نقعتها الاول في مية عشان ما تتحرقش، سواء هتشوها على الفحم او فرن البوتاجاز. انقعوها حوالي ساعة. هنعمل الكمية كلها بنفس الطريقة دي. شايفين الكفتة متماسكة جدا ازاي؟ البرغل شرب كل السوائل، وغير كده سيبناها تتشمع في التلاجة، حتى بعد التسوية هتفضل متماسكة مش هتفك خالص منكم. عملنا الكمية كلها بنفس الطريقة. تقدروا بقى تشووها دلوقتي سواء على الفحم او هتدخلوها الفرن البوتاجاز. ممكن تدخلوها بالصينية زي ما هي، بس انا بحب اضيف مية مغلية تحتها، بتساعد جدا على التسوية. بخار المية كمان بيخليها طرية ما تنشفش، وكمان عشان السوائل او الدهون اللي هتنزل من الكفتة ما تحرقش الصينية. ودي بعد ما طلعت شايفين شكلها خطير والطعم تحفة. التريكات اللي ناخد بالنا منها ان مش بكمية البرغل الكتيرة نزودها على الكفتة، لا، مقدار البرغل المناسب على كيلو اللحمة من كوباية لربع الكوباية بالكتير على الكيلو، ما تزودوش عن كده. شايفين الكفتة طالعة هشة وطرية وخفيفة جدا وطعمها جميل. امشوا على التريكات والخطوات دي هتطلع معاكم حلوة جدا. وطبعا كفتة يعني جنبها طحينة وجرجير وسلطة خضراء، مش اكتر من كده.
تقدروا تعملوا سندوتشات في عيش شامي زي كده، جرجير والكفته. وكمان انا حاطه مع الكفته بصل عاملاه بالسماق، بيبقى طعمه حلو قوي. ونضيف الطحينه والبصل، خطير. او زي ما احنا متعودين في العيش البلدي، نتني العيش البلدي بالطريقه دي ونعمل السندوتش الكفته المظبوط. بجد يا جماعه لازم تجربوا الطريقه دي، حلوه وموفره جدا. اهم حاجه زي ما قلت لكم ما تزودوش كميه البرغل، والدهن حاجه اساسيه في الوصفه، وفي الكفته بالذات سواء بالبرغل او من غير. الكفته لازم يتضاف لها من 20 ل 30% دهن. ممكن تضيفوا دهن بقري او الليت الخروف، بتدي طعم حلو قوي. هستنى رأيكم على الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك والشير، ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل الفيديوهات.